هذا مقطع جميل، لشخص أجنبي قال كلام جميل، وكلامه هذا يؤيده حديث، وإن كان الحديث مو ثابت لكنه معناه صحيح وينطبق على كلام الرجل هذا. شوفوا الفيديو وراجع لكم تعليق بسيط. Here's a psychological trick that you can not live without. This is insanely powerful. And it goes like this. If you are anxious, if you are nervous, if you have an uncomfortable feeling in your body, and you do what I did, you splash cold water into your face, or you dip your face into cold water. This will activate something very ancient in you called the diving reflex. And the diving reflex has this function that it immediately lowers your heart rate and removes that feeling of anxiety in your body. And it goes immediately. Did I say that? This is so powerful. Share it, use it your entire life. It's incredible. Wow! I want more! الفيديو جميل صراحة، وأعجبني كلام الرجل فيه وطبقه بتطبيق واقعي. فالرجل تكلم من تجربة. فالحديث اللي قلت لكم انه ذكر في هذا الشيء وهو حديث ضعيف الاسناد لكن معناه مقبول. الحديث يقول: الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. وفي رواية أخرى: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث زي ما قلت لكم ضعيف الاسناد، لكن قال العلماء معنى الحديث مقبول وصحيح من جهة الطب، لأن الغضب يصاحبه فوران الدم، والماء يطفئ هذه الفورة ويكسر حدتها، ولذلك ما زال الفقهاء يذكرون الوضوء كعلاج للغضب، ولم ينكر ذلك أحد منهم. وقال أحد الأطباء الدكتور محمد نجاتي: يشير هذا الحديث إلى حقيقة طبية معروفة، فالماء البارد يهدئ من فورة الدم الناشئة عن الانفعال، كما يساعد على تخفيف حالة التوتر العضلي والعصبي، ولذلك كان الاستحمام يستخدم في الماضي في العلاج النفسي. انتهى. فسبحان الله، أنا أعجبني الفيديو، تذكرت الحديث وحبيت أفيدكم بالكلام العلماء والأطباء عما يؤيد ما ذكر الرجل في الفيديو، وإن شاء الله نكون استفدنا جميعا، وانشروها لغيركم ليستفيد مثلكم. السلام عليكم.